لمزيد من التفاصيل حول هذه الحصيلة الجديدة نربط الاتصال مع مبعوثنا إلى البقاع المقدسة أمين حران. ماذا عن آخر حصيلة للحجاج الجزائريين المتوفين في هذه الحادثة الأليمة؟ نعم رؤوف، الرقم الذي تحدثت عنه 4 وفيات هي حصيلة مؤقتة لشهداء الجزائريين الذين سقطوا في حادث التدافع بميناء. نعم. هذه الحصيلة يعني استقيناها من مصدر موثوق جدا رؤوف، والمصدر ذاته تحدث أيضا عن حالات فيهان مسجلة ضمن قوائم الذين يبحثون عنهم في المستشفيات، خاصة وأن الوفد الطبي الجزائري منتشر عبر كل المستشفيات التي ذكرتها: مكة، طوارئ منى، طوارئ عرفات، أيضا بمدينة أو جدة، حيث نقل عدد من الجزائريين الذين وصلوا في حادث التدافع نظرا لخطورة إصابتهم، أيضا ونظرا لضيق المستشفيات بالجرحى في هول الكارثة التي صحت عبر نسميها مأساة. أمين، هل من عدد محدد لحالات الإصابة أو الجرحى؟ نعم، لم أسمعك رؤوف، معذرة. عن حالات المصابين أو المجروحين في هذا التدافع، هل من رقم محدد؟ هناك من غادر المستشفى وعاد إلى خيمته بعد تلقيه العلاج رؤوف، حتى نطمئن عائلات الجزائريين الذين هم قلقون في هذه الأثناء عن حجاج الميامين، خاصة وأن الجرحى الذين نقلوا بصعوبة تم التعرف على أماكنهم، لأنه لم يسمح لأي كان التقرب حتى من البعثات ومسؤولي البعثات وحتى أعوان الحماية المدنية والأطباء، لم يسمح لهم بدخول المستشفيات أو التنقل إلى عين المكان أين وقع الحادث، حادث التدافع. لكن فرق أو الوفد الجزائري الطبي بعدما الصدمة هدأت النفوس بعد هذه الصدمة، تنقل إلى المستشفيات، وها هو في هذه الأثناء يقوم باستكمال الجولات الاستطلاعية والجولات التفقدية لكل الجرحى الجزائريين، والتعرف أيضا على الجثث التي لم يتعرف عليها بعد، إن كانت لمفقودين جزائريين أم أنها لا تتعلق بأي جزائري أو حاج جزائري مفقود. قلت إن هناك من تلقى العلاج وخرج من المستشفى وعاد إلى خيمته ويتابع من قبل الوفد الطبي الجزائري. طيب، بخصوص الحالة التي تم تداول الأنباء حولها أو حول وفاة حاج جزائري في حادث سير، هذا الحادث خارج أو بعيد عن حادث تدافع بمنى. هذا الرجل أو هذا الحاج الجزائري كان متجها إلى مكة من أجل أداء طواف الإفاضة، كان ذاهبا سيرا على الأقدام، ولكنه بحسب معلومات لشهود عيان أكدوا أن هذا الرجل ربما قفز من الجدار الفاصل بين الطريق السريع والرصيف الخاص بالمشاة، عندما قفز سقط على رأسه وتوفي في عين المكان. هذا الخبر مؤكد، لأن هناك من الوفد الجزائري، مصدر من الوفد الجزائري أكد أن هذا الرجل فعلا توفي، ولكنه لم يعطي لنا لا اسمه ولا ولايته ولا حتى سنه، لأنه دائما الوفد الجزائري يؤكد أن هذه المعلومات هي من صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، تبلغ أهل الضحية ومن ثم تبلغ وسائل الإعلام عن طريق بيان رسمي يصدر من وزارة الشؤون الخارجية. نعم أمين، فقط أشير إلى نقطة أخرى. تفضل. إذا كان لديك سؤال حتى لا أنتقل. تفضل. فيما يتعلق بخلية الأزمة المنصبة منذ حادث وقوع أو حادثة الرافعة في مكة المكرمة في مسجد الله الحرام، هذه الخلية لم تتوقف لحظة ولم يتوقف هاتفها عن الرنين. هناك خطين أخبارين تم وضعهما تحت تصرف كل الحجاج، ليس فقط في الجزائر، ليس فقط الحجاج الجزائريين هنا بمكة وبالمشاعر، أيضا الجزائريين القلقين على أهلهم في الجزائر هناك يمكنهم الاتصال. لم يتوقف هذا الهاتف عن الرنين، كل ثانية وكل تقريبا كل 5 ثواني يرن هاتف للاطلاع وللبحث عن أحد الذين قطعت بهم السبل ولم يتمكن الاتصال بهم، سواء عن طريق الهاتف او عن طريق وسيط او عن طريق احد المرافقين له، وعن طريق ايضا شبكات التواصل الاجتماعي. وانتم تعرفون جيدا ان من الحجاج من يتواصل مع اهله عبر شبكات التواصل الاجتماعي مختلفة. تبقى مبادرة حميدة من مسؤولي البعثة وايضا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لكن ربما بإيجاز أمين، ماذا عن خطبة الجمعة
لهذا اليوم لخطيب الحرم المكي، والذي تحدث ربما عن أمور بعد الاتهامات الإيرانية للسعودية بالتسبب في هذه الحادثة وهذه الكارثة. يعني قبل أن أذهب إلى خطبة الإمام مسجد الله الحرام، يعني نحن كنا في مسجد الله الحرام ظهر أو جمعة هذا اليوم، يعني حضرنا الخطبة واستمعنا إلى شقيها، الجزء الأول والجزء الثاني. في طريقنا كنا قد وجدنا الحادث الذي تكلمت عنه قبل قليل، والذي يتعلق بسقوط جزائري على رأسه في عين المكان. إمام المسجد الحرام في جزئه الأول من الخطبة كان يتكلم عن المشاعر، تكلم عن قدسية المشاعر، تحدث أيضا عن ضرورة استكمال المناسك لأنها من أركان الإسلام، وأشاد بالجهود التي بذلتها السلطات السعودية كل قطاع على حدة. ورد في الخطبة وفي الجزء الثاني من الخطبة على ما تكلمت عنه من الاتهامات الإيرانية، لم يسميها بل أعطاها يعني كل المواصفات التي تتعلق بها دولة إيران، التي ربما ذكرت بعض وسائل الإعلام عن اتهامها للسلطات السعودية بالتقصير في تسيير موسم الحج لهذا العام، وطالبت باشرافها. شكرا جزيلا لك. لكن فقط نعم تفضل. فقط رؤوف، يعني إضافة يعني قصيرة جدا. الملك السعودي أمس كان استقبل قيادات كل القطاعات المعنية بتنظيم شؤون الحج، وعز عائلات الضحايا، وأيضا أشاد بالجهود المبذولة وشجع على مواصلة بذل المزيد من الجهد من أجل تدارك النقائص ويعني سد المنافذ، حتى لا يتم يعني اتهام السعودية كما قال الإمام في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بأنها لم تخدم حجيج بيت الله الحرام. وقال إن هذه المؤامرات هي مؤامرة كما قال ضد الإسلام وليست فقط ضد السعودية، وأشاد أيضا بالدور الذي تلعبه كل الوفود المسلمة في دعم جهود السعودية من أجل إنجاح هذا الموسم. طيب الزميل أمين حران مبعوثنا إلى البقاع المقدسة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات.